اخر صفقات الدوري المصري لكل الفرق مش بس للاهلي والزمالك هتلاقيهم في الحلقه دي بعد ما باب القيد قفل. فتعال نعدي على القائمه النهائيه للاهلي والزمالك، لا ربنا يعين الزمالك، الاهلي وزد وسيراميكا والمقاولين والمصري، وفي كذا فرقه عملوا كذا صفقه مهمين جدا. بس خليني افكرك بتحدي ال50,000 اللي احنا مكملين فيه على كل منصه، عايزين نجيب ال50,000 في السيزون ده. وتعالى نعمل مراجعه لكل الصفقات اللي حصلت في الدوري المصري. بس قبل ما اقول لك على اي حاجه افتكر ان انا عمر زايد ودي الواحد 24 اتش دي. اعمل فولو كل السوشيال ميديا اللي هتظهر قدامك دي. اتفضل بقى كده على رواقه وتعالى يا ايجيبشن ليج، وحشني قوي. ماستر اوف سسبنس. برافو عليك. اوعى القطر يا عم الحاج. هم قاعدين شايطين ويمكن في البلكونات بيسجروا ولا ايه؟ هنشوف ايه. احنا خدنا الطقم ده وحطينا البادج بتاعنا بروح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدأ في الصفقات بالأهلي. يمكن دي آخر حاجة كانت حصل فيها أبديت، إنه الأهلي جاب توفيق محمد وجاب محمود صلاح. كنا اتكلمنا قبل كده إنه الأهلي جاب في نص الملعب علي محمود وأقطاع عبد الله، دول قدام، وبعدين دول كانوا أول صفقتين تقريبا الأهلي يعملهم، ومنتخب مصر كان في كأس العالم. بعديهم تباعا بقى الأهلي جاب منصف بكرار، جاب سفيان بن جديدة مهاجم 9، منصف بكرار بيلعب صانع العاب ووينج يمين، علي محمود في نص الملعب زي ما قلنا نفس بروفايل امام عاشور بيلعب برجله الشمال. وعايز اقف هنا واقول بس انه في كذا صفقه في نص الملعب سواء جداد او صفقات رجعت، زي عمر الساعي، زي محمد مجدي قفشه، زي احمد رضا، زي قباقه، مع رحيل ديانجو وبن رمضان. ولكن في صفقات كتير في نص الملعب جت زي ما تقول كده ايه، تحسبا لاي حد بيفكر يلعب بدماغه. الكواليتي مختلفة، بس في النهاية مفيش لعيب لا يعوض يعني، او على الاقل مفيش فرقة بتقف على حد. فبرضه دي حاجة لسه جاية في بالي كده، انه امام اكيد شايف انه في قفشه رجع، في عمر الساعي رجع، في علي محمود ده اقرب واحد يبقى شبهه حتى سنة اصغر من امام. فيعني ايه، دي حاجة كانت مهمة جدا، زي رسالة كده خفية لامام عاشور. سفيان بن جديدة مهاجم 9 كلاسيكي قلنا، وبكرار قلنا مركزه برضو. واتضاف عليهم بقى توفيق محمد بعد اصابة بالعمري في الموسم التحضيري، كان في واحدة من المباريات في اسبانيا للاسف جاله رباط صليبي. فعلى طول الاهلي اتحرك وجاب توفيق محمد لاعب بتروجيت الباك ليفت. وهنا عايز اقف واقول انه تحية للاستاذ عصام سراج الدين، مجهود عظيم عبقري، مفيش تضييع وقت، شروط مظبوطه، قيمه مقابل سعر. يعني دي بقت الاسعار خلاص في الدوري المصري وفي الكوره عامه. فالحقيقه دي واحده من الحاجات اللي الاهلي السنه دي بيصلحها، فكره ان انا اجيب اللعيب اللي انا عايزه بمبلغ يتناسب معايا، وانه اللاعب ده في المقام الاول يبقى عايزني، ما يبقاش بيساومني، ما يبقاش بيفاضل بيني وبين حد، بيقارن بيني وبين حد. الاهلي كان عنده استراتيجيه واضحه وصريحه في الانتقالات وفي البيع والشراء بالاخص كمان. فتحيه جدا لمجلس الاداره اللي صلح الموضوع ده. احنا السنه اللي فاتت واللي قبلها وعامه كان جات لنا فتره كده بنشتري بالزوفه وخلاص، وبنشتري مكايده وبنشتري حاجات مش عايزينها. فتحيه جدا للملف ده. واخيرا وليس اخيرا محمود صلاح، لاعب او وينج النادي المحله اللي هيقيد في فرقه ال 2007 تدعيما لناحيه الشمال اللي ما عندكش فيها صريح غير بن شرقي. حسين الشحات بيعرف يلعبها ناحيه الشمال وينج شمال، طاهر ممكن يلعبها، بس الصريح بن شرقي. فجبت له محمود صلاح يبقى داعم وساند معاه. انا اتوقع انه الاهلي كده السكواد بتاعه يبقى مكتمل. يعني انت هتقول لي عمر زايد في الديفنس لسه عندنا شويه حاجات، هقول لك عندنا لسه شويه مشاكل، وهعمل لك ريل اتكلم لك فيها عن الجونين اللي دخلوا في ماتش الاهلي في اسمه فرقه بلدونه لو اسمها بنطقه صح. جونين دخلوا من غلطتين من عمرو الجزار اللي المفروض بنتوسم فيه خير وهنبتدي نشوفه، ولكن ما نحكمش على حاجه قبل ما نشوفها بقى، بعيدا عن اي وديات. تعال نشوف في الرسم يحصل ايه. انا اتوقع ان الراجل هيلعب بهادي رياض وياسر ابراهيم، انا اتوقع كده يعني. عمرو الجزار ممكن ينوبه من الحظ جانب، واتمنى لما ياخد فرصه يثبت جداره، عشان اللي شفته من جونين بس، انا ما شفتش غير الجونين. الله اعلم بقيه الماتش كان كويس ولا لا، وارد يبقى كان كويس بس في اخفاق فمحتاج يشتغل عليه. بس يعني
لسه الحته بتاعت الديفنس دي هي الاقل تدعيما في الاهلي، بس عشان فيها افراد كتير. هل الحسين عمود هيقدر يطلع من الناس دي حاجه؟ يا عالم هنشوف يعني ايه اللي ممكن يحصل. ناحيه اليمين بقى عندك وفره، بقى عندك محمد هاني، في احمد عيد ما مشيش، وانا ما زلت بقول ان احمد عيد ده لاعب كوره شوارع. انت ممكن تشوفه دفاعيا مش احسن حاجه، بس هو لعيب كوره شوارع قد تحتاجه في بعض من الاوقات. هو مش سيء مش مزري، يعني تقدر تطلع منه الحاجه اللي انت عايزها. عنده حته كده كوره شوارعيه. محمد هاني مؤدب محترم، ده حرفوش شويه، فممكن يجي منه حاجه. عندك كريم فؤاد ناحيه اليمين، ادي عندك 3 ناحيه اليمين مساكين. انت عندك بتاع 4 5، فباذن الله يعني يطلع منهم 2 3 كويسين. ناحيه الشمال عوضت بالعمري بتوفيق محمد، ده غير ان انت عندك اوريدي كريم الدبيس، ده غير انه الكلام بيتقال انه راجل مقتنع جدا بكريم فؤاد كباك ليفت، يعني برضو دي حاجه غريبه جدا. مع احمد نبيل كوكا لو احتاجته يلعب في الناحيه دي. طبعا عندك خلاص محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء مع رحيل سيحه للنادي المصري، واتظلم سيحه ده برضو يعني. المهم نص الملعب بقى عندك حدث ولا حرج. عندك احمد رضا اللي بالمناسبه الراجل في ماتش من الماتشات لعبه مساك، والراجل ده اصلا كان مساك في ناشئين الزمالك، دي حاجه انا عرفتها يعني. فبرضه ده ممكن تلجأ له كاوبشن مساك، زي ما حمدي فتحي لاعب رقم 6 كنت بتلعب بيه مساك في المنتخب، واحمد رضا ده في الاساس لاعب رقم 6 فممكن يلعب بنفس الطباع بنفس الكاركترستكس الدفاعيه، يلعب مساك بس هيضطر يخلي باله من التاكلينج والحاجات دي عشان في ال 18 دي بلينات مش فاولات. فخلينا نشوف برضه. فعندك احمد رضا، عندك كباكا، عندك مروان عطيه، عندك امام عاشور، عندك محمد مجدي قفشه، عندك علي محمود، عندك عمر الساعي، واتمنى ما بقاش نسيت حد. ويعني رحيل ديانجو، رحيل بن رمضان المستحق 100%. في نص الملعب عندك بقى فيه اوبشنات، ولو نسيت حد اكتبوا لي في الكومنتات. وقدام بقى عندك ناحيه اليمين محجوزه لزيزو، عندك سفيان بن عندك بقرار، عندك طاهر، عندك حسين، عندك في صناعه اللعب يعني لو هنقول في بقرار برضو مع امام عاشور في صناعه اللعب. وناحيه الشمال عندك بن شرقي، وعندك محمود صلاح، وعندك قدام بقى بن جديده، وعندك اقطاع عبد الله، وعندك محمد عبد الله كمان. فانت عندك الدنيا الى حد ما بقت كويسه، ومحمود صلاح طبعا. فعندك الدنيا الى حد ما بقت كويسه ولطيفه، عندك في اكتر من مكان كذا اوبشن. فاتمنى ان الحسين عمود هيقدر يطلع الافضل والانسب للاهلي من الافراد دي. نخش على طول بعديها للبنك الاهلي بقى، يعني نخلص الاهلي نروح للبنك الاهلي. البنك الاهلي عمل 4 صفقات، 4 صفقات منهم صفقه كانت مخلصه في نادي الزمالك، وهو اللاعب نص ملعب المدافع رقم 6 لاعب نادي انبي مودي ناصر، ده كان مخلص في الزمالك ولكن لايقاف القيد فاتجه للبنك الاهلي. وفي نفس الوقت كان مخلص برده مع علي حمدي من طلائع الجيش، واللاعب ده في الاغلب مش هيطول كتير في البنك لانه لاعب يعني على وضعه. علي حمدي ده اظن كان عليه كلام برده السنه دي، ولاعب برده رقم 6. وخلص فيه مهاجم مودرن رشاد المتولي اللي كان فيه كلام كتير قوي عليه في الفتره من الفترات كده، الاهلي لما كان بيدور على مهاجم قال لك رشاد المتولي ومودرن وما الى ذلك. واخيرا وليس اخيرا خلص في مدافع النادي الاسماعيلي اللي اسمه تاه من بالي، ولكن خلص في واحد من احد مدافعي النادي الاسماعيلي. ده مش محمد عمار، لان محمد عمار هقول لك راح فين يعني، بس انا للاسف يعني اسمه تاه مني مش عارف ازاي ده، مع ان الواحد محضر وكتب والله. المهم لو تعرف اسم الراجل اللي راح البنك الاهلي اكتبه لي في الكومنتات. نروح لنادي زد. نادي زد اللي بيشارك السنه دي في الكونفدراليه، وجاي بقى عايز بقى يثبت جداره، فجايب مروان حجيجي. مروان حجيجي ده هو وينج ليفت مغربي فرنسي مغربي الجنسيه، جاي من احدى فرق الدوري الدرجه الثانيه السويسري. فخلينا برضو نشوف اللي هيحصل مع وجدي نزيه، وهو باك ليفت من نادي الوحدات الاردني. ووجدي نزيه ده فلسطيني بالمناسبه. ومحمد ابراهيم صانع العاب نادي الزمالك الاسبق ونادي البنك الاهلي السابق. محمد ابراهيم لا غبار عليه كخبره دلوقتي، خلي بالك انت بتتكلم في 33 34 سنه، ما بقاش محمد ابراهيم الصغير اللي انت فاكره، فيقدر يضيف معاهم جدا في الكونفدراليه بخبراته اللي اكتسبها مع الزمالك وخبراته اللي اكتسبها طبعا مع البنك الاهلي. واخيرا وليس اخيرا جاب محمود اوكا، وهو نص ملعب من حرس الحدود. واضح انه بيأمن دفاعاته، بيأمن خطوطه بالذات الخلفيه يعني وفي نص الملعب عشان يقدر. وضاف برضه قدام ومشي من عندهم شادي حسين بالمناسبه يعني، بس هو اخر حاجه ما كانش في زد. لا انسى موضوع شادي حسين ده،
الغيه من انت عشان الحاجات ما تخشش في بعض. سيراميكا كليوباترا ومحمد علاء الحارس اللي انت شفته في المنتخب كان قادم من نادي الجونه، بقى دلوقتي في سيراميكا، فخلاص ما فيش محمد بسام انيمور في الاغلب يعني، وجابوا باك ليفت نادي حرس الحدود فوزي الحناوي، وجابوا محمد عماد وينج رايت نادي الجونه. هم دخلوا نادي الجونه خدوا اوفر وينج رايت وفرود، ومحمد عماد ده راجل اشول بس دمه تقيل قوي، رخم رخامه الدنيا يعني فاهم، بينزل كده ايه على طول هوب بطخ بيشوط ومزعج مقلق يعني. وطبعا مش هتنسى بيتر كوركيس وجراديشار اللي يعني محتاج اقول والله يا عم جراديشار انا هفتقدك الحقيقه. جراديشار فرود ما خدش حقه في النادي الاهلي، انا مش هقول لك اكتر من كده يعني. واخيرا وليس اخرا ده لسه كمان في بعد المقاولين في نادي المصري. وفي المقاولين راح جاب بقى ايه بقى شويه تدعيمات حلوه كده على كيف كيوفك، تحس ان هو كده ممكن يبقى حصان اسود في الدوري. المقاولين راح جاب ادريس تيام وهو مهاجم موريتاني من الدوري القطري الدرجه الثانيه، وراح جاب شادي حسين، وراح جاب ميدو جابر وراح جاب محمد صندوقه ده وينج ليفت. كل اللي انا بقول لك عليهم دول قدامي كل دول فراوده. محمد صندوقه ده فلسطيني وينج ليفت، وجاب انس بن عوده برضو وينج ليفت فلسطيني جاي من نفس الدوري اللي جاي منه محمد صندوقه، كان اظن الدوري الاردني. وجايب شريف رضا باك يمين من سموحه، وجايب محمد عمار بقى اللي كان كابتن نادي الاسماعيلي، بس مكثفين قوي الحته الاماميه يعني الوينج والفرود وبتاع. محتاج اشوف المقاولين هيبقى عامل ايه السنه دي في الجزء الامامي ده، عشان واضح ان هم ايه كان عندهم مشكله في الهجوم السنه اللي فاتت. واخيرا وليس اخرا النادي المصري عمل شويه تدعيمات من الاهلي كده، خد سيحه حارس المرمى، خد مصطفى العش المساك، خد محمد شكري الباك ليفت، وخد ياسين الملاح هاف ديفندر من فاركو بيدغدغ نص الملعب، وورك ريت مرعب وقوه دفاعيه مرعبه، بس انذارات كتير قوي يا كابتن ياسين وعنف شديد محتاج تخلي بالك منه. واخيرا وليس اخيرا خير الدين طوال لاعب جزائري صانع العاب، وعبد الله الزياني وينج مغربي. برضو النادي المصري كانت من الفرق اللي قابلت بلاء حسنا في الجزء الاولاني من الدوري السنه اللي فاتت، بل بالاخص النص الاولاني من الدور الاول كمان كانوا كويسين، بس اظن شويه تعثرت معاهم الامور بعد اصابه دغموم والدنيا خبطت معاهم شويتين، كان ممكن يبقوا في وضع احسن من كده بكتير يعني. كان معاهم دغموم، كان معاهم عمر الساعي، كان معاهم فرقه مميزه جدا السنه اللي فاتت، بس يعني ايه ما قدروش ان هم ينوبهم من الحظ حاجه في افريقيا او كده، ولكن خدوا طبعا كاس العاصمه، فتحس ان هو السنه دي جاي عايز ايه ياخد حته اكبر من التورته. برافو عليك. اصحى معايا وركز كده وقول لي ايه اللي اتغير في الحلقه. نيجي لصفقات نادي بيراميدز اللي بينافس بقوه السنه دي على الدوري، ده اللي انا اتوقعه لان هو دي الحاجه الوحيده اللي ناقصاه. خد دوري ابطال افريقيا، خد سوبر، خد سوبر افريقي، بس هو بينمر على الدوري، عينه على الدوري في ظل ضعف الزمالك والمشاكل، والاهلي يعني بقى ان هو يعني السنه اللي فاتت كان واقع وكده. فبيراميدز عمل شويه صفقات منها اياد العسقلاني المحترف باك ليفت في روسيا كان، ولاعب المنتخب الاولمبي، وهو اصلا من ناشئين الاسماعيلي، قدر ان هو يرجعه. باك يمين خالد عوض اللي هيبقى فيه منافسه مع الشيبي، ورجع احمد عبد القادر طبعا كوينج. والصفقه الاهم الادهى صفقه احمد نزير بن علي مهاجم منتخب الجزائر اللي فنش السنه اللي فاتت تاني هدافي الدوري وجاب جون في كاس العالم، وكان يعني ايه مكسر الدنيا. نيجي بعديها على طول المحله الاكثر تعادلا الموسم اللي فات، راح مدعم في خط الدفاع، يعني تعادل 14 ماتش المحله على ما اتذكر الموسم اللي فات، فراح يجيب بقى ايه مساك عبد الفتاح شتا من كهربة اسماعيليه، وراح يجيب عبد الرحمن رشدان لاعب الاهلي السابق من فاركو، راح يجيب باك يمين فارس نشاط باك يمين جزائري، وراح يجيب عبد الرحمن عماد وعبد الرحمن شيكا من زد ومودرن، دول في نص الملعب. عارف تحس ان هو عايز يأمن دفاعات وقت مش عارف تطلع متعادل ماتشات الدوري كلها ولا ايه الموضوع. يلا على خير باذن الله تعالى. وجاب بقى قدام جاب محمد سالم اجباد، ده مهاجم من موريتانيا، وانا ملاحظ ان في مهاجمين او لعيبه من موريتانيا ومن الاردن كتير قوي السنه دي في الدوري، كذا حد جاب كده. في عمرو جمعه مهاجم الاتحاد جابه، وجاب اعاره حازم العسكري مهاجم من زد،
واخيرا وليس اخيرا رجع لنادي المحله ابن المحله البار عبده يحيى بعد رحله اعاره قصيره كده، كان يعني فاهم شغل الشغل ورجع تاني للمحله. والاتحاد عمل 24 صفقه، انا اكيد مش هقولهم لك كلهم، هقول لك يعني سنس كده منهم. اهمهم محمد فخري لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب فاركو في اواخر الانديه، محمد توني اللي كانوا بيقولوا عليه محمد توني، الحبيب احمد حسن، حسام حسن مهاجم نادي مودرن، واخيرا وليس اخيرا انس وائل اللي كان ماشي من الزمالك مؤخرا وكان عليه لغط وكلام قيل وقال. سموحه هو الاخر عمل صفقات كتير، اسكندريه عامله كم صفقات مرعب يعني. سموحه هو الاخر عمل صفقات كتير، ابرزهم احمد ميهوب حارس بيراميدز السابق، ومحمد فاروق وينج كهربة الاسماعيليه، والدكتور مروان حمدي مش بتاع بيراميدز، لا دكتور مروان حمدي مهاجم الاسماعيلي السابق. قول لي انت تلاقي فين الشغل العالي ده وتلاقي فين اخبار الدوري المصري كله مش بس الاهلي والزمالك يعني اعمل لك ايه تاني؟ طيب يعني اعمل لك ايه تاني عشان نوصل 50,000 وعلى كل منصه 50؟ يعني التيك توك قربنا خلاص ده 33,000 بس ده من بدري، عايزين بقى نوصل على كل منصه 50,000. هنا معقل الدوري المصري. انا عمر زايد دي الواحد 24 اتش دي، حلقه كده في السريع كبسوله انتقالات الدوري المصري بعد ان اغلق سوق الانتقالات في الدوري المصري. بس ممكن نخرج، بس مش هينفع نستقبل اي حد في الفتره الحاليه، خلاص ضبه مفتاح اتقفلت يوم الجمعه، هو اول يوم في الجوله الاولى للدوري المصري، جمعه سبت حد اول جوله، 3 ايام الجوله بتتلعب عليه، ماتشات من الساعه 5 او الساعه 8 يعني هي 5 8 واليوم اظن هيبقى اليوم هيبقى في 3 ماتشات ما عدا يوم هيبقى في 4 ماتشات. السنه دي الفرق 20 فرقه، ينزل منهم 4 يطلع منهم 3 فيبقى 19 فرقه. السنه الجايه اخر سنه في النظام العقيم ده هنبقى 19 فرقه، السنه الجايه هينزل 4 ويطلع 3 فنبقى 18، وتعود الحياه من دوري ايه بقى يعني احنا دلوقتي 26 27 من 28 29 تعود الحياه لطبيعتها في الدوري المصري، 18 فرقه ومجموعه واحده باذن الله، عشان العبث اللي احنا فيه بقى لنا سنين وسنين ده ينتهي. اعمل فولو كل السوشيال ميديا اللي هتظهر قدامك دي، ويلا على خير. موسم موفق لنا ولكم باذن الله، والاهلي ان شاء الله يزيح الاخضر واليابس.